وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أيها الأحبة، من منا يستطيع أن يحصي نعم الله؟ والله لو اجتمع الثقلان لا يمكن، لأن الله سبحانه وتعالى قد حكم بذلك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك أيها الأحبة، هذه دعوة أن نتفكر وأن نتدبر في نعم الله. من نعم الله أيها الأحبة نعمة العافية، هذه النعمة التي كثير من الناس يغفل عنها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بات آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. العافية أيها الأحبة من أعظم النعم التي نعيش فيها ولا ننتبه لها. يأتي العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يقول: علمني دعاء أدعو الله به. قال: سل الله العفو والعافية. فجاءه في اليوم الثاني يطلب نفس الطلب، قال: سل الله العفو والعافية. وفي اليوم الثالث يقول: يا عباس يا عم رسول الله، سل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل العافية في الدنيا وفي الآخرة، بل كان صلى الله عليه وسلم لا يدع في كل يوم أن يسأل الله العافية صباحا ومساء. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذه الدعوات أيها الأحبة ما كان صلى الله عليه وسلم يدعها لا صباحا ولا مساء، بل أقول أيها الأحبة حتى أهل القبور يحتاجون العافية. كان صلى الله عليه وسلم يذهب يزور القبور: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم. اسألوا الله العافية أيها الأحبة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.